بالأمس قام جماعة من علماء السعودية والدعاة هناك بتوجيه خطاب إلى شيعة العراق وإيران والحجاز، يحثوهم في هذا الخطاب على عدم الاحتفال بعاشوراء وعدم إبداء الحزن لمصرع الإمام الحسين عليه السلام. وتكلموا بكلام وسألوا أسئلة، قالوا: هل هذا هو جزء من سنة رسول الله وصحابة رسول الله وآل البيت؟ وأنا من على هذا المنبر هذه الليلة ومن هذه النقطة النائية من تورنتو في كندا أوجه إجابتي إليهم. أولا، نعم، الحزن على الإمام الحسين والبكاء على الإمام الحسين ومأتم الإمام الحسين عليه السلام هو من صميم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أول من نعى الحسين للمسلمين هو رسول الله، وأول من بكى عليه، وأول من رثاه، وأول من أخبر المسلمين، وهذا موجود في كتبكم أنتم أيها الإخوة. اقرأوا كتبكم ومصادركم. نزل عليه جبرائيل في عدة حوادث وعدة مرات، تارة في بيت أزواجه عائشة، وتارة في بيت أم سلمة، وتارة في بيت زينب بن جحش، وتارة هو في المسجد، وتارة على المنبر، وتارة تحت المنبر، وأخرى في الطريق، وأخرى في بيت ابنته فاطمة سلام الله عليها، وهو يذكر رسول الله بمصرع الحسين. ثم جاء له، وهذا مكتوب في كتبكم أنتم أمهات كتبكم، اقرأوها، تصفحوها، فتشوها. جاء له بتربة كربلاء، أخذ قبضة جبرائيل بالمعجزة اللي نقل عرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين، ما يقدر يجيب في خلال ثواني قبل أن يرتد إليك طرفك، ما يقدر ينقل تراب من كربلاء يراوي للنبي. وجبرائيل ذي قوة عند ذي العرش مكين، الله يصفه في القرآن الكريم. فأراها النبي فقلبها رسول الله وبكى، وكان يجهش بالبكاء، يعني يبكي بصوت مرتفع. فنعم، هي من سنة رسول الله. ثم قال أحد هؤلاء الدعاة: اتبعوا أئمتكم، الإمام زين العابدين، الإمام محمد الباقر، الإمام جعفر الصادق، هؤلاء كلهم. هو يقول هؤلاء ما بكوا على الحسين وما عقدوا المآتم، بينما أول إنسان بكى ل40 عاما على مصرع أبيه الحسين هو الإمام علي بن الحسين زين العابدين. ل40 عام كلما وضع أمامه طعام وشراب بكى، يخلط الطعام والشراب بدموع عينيه. والإمام الباقر بكى، والإمام الصادق مو فقط هو بكى، كان يدعو الشعراء ليقرأوا شعرا، ويجلس النساء ويجلس مع أصحابه فيبكي ويبكون، والأئمة من بعدهم. ليش واحد ما يقرأ كتبه؟ هو مو عيب؟ إنسان لازم غير يفتش الكتب مالته ثم يعترض على الشيعة؟ فهذه من سنة رسول الله ومن سنة أئمتنا آل بيت رسول الله، الحزن والعزاء والمآتم. أنا يؤلمني أنه الآن أكو مسيحيين في لبنان والعراق يخرجون مسيرات عزاء على الإمام الحسين، ثم ناس قاعدين في مكة والمدينة يعترضون على المسلمين: لماذا تبكون على الحسين؟ هذا مو شيء مؤلم؟ هذا المسيحي يقدر ثورة الحسين وفاجعة الحسين. المسيحي الرجل والمرأة والقسيس فيخرج في مسيرة ويلطم على الحسين، يواسي رسول الإسلام ونبي الإسلام، وواحد قاعد في المدينة إلى جانب قبر رسول الله يسميها بدعة. ثم بعد ذلك يقولون: احنا ليش ننصحكم يا شيعة؟ تدرون ننصحكم لأنه العالم يضحك علينا. تشوهون سمعة الإسلام بهذا الشيء. أنا أرد أسأل، أنتوا عندكم عادات وتقاليد، وعندكم هاي رقصة العرضة، شيل السيف وترقص بيه وتهز نفسك. هذه مو العالم ما يضحك علينا بهذا الشيء؟ هذا الشيء تقدمي، هذا يحسن يجمل سمعة الإسلام.
أنا أسأل أن المرأة عندما تكون مظلومة في مجتمعاتكم ومحرومة من حقوقها، لا تقدر تقود سيارة، لا تقدر تنتخب، لا تقدر تشارك في بناء المجتمع، هذا مو عار على الإسلام؟ هذا يجمل صورة الإسلام، يحسن. أنا أقول عندما عوائلكم الملكية يطلعون إلى أوروبا وأمريكا وكندا ويعملون ما يعملون في المطاعم والأسواق والحانات والشوارع، هذا يحسن سمعة الإسلام. أنا البارحة قاعد أقرأ جريدة لوس أنجلوس تايمز، جريدة مدينتي لوس أنجلوس تايمز، مقالة كاملة أنه أبناء حكام قطر والسعودية يجيبون سياراتهم الفراري واللامبورغيني ويتسابقون في شوارع مدينة بيفرلي هيلز هناك، حتى أن كل سكان المنطقة ضجوا، راحوا إلى الشرطة اشتكوا، قالوا حياتنا في خطر. هذا يحسن سمعة الإسلام. قصف طائرات F-16 يقصفون المدن الآمنة والقرى والمساجد والأسواق والمدارس والأطفال والرجال والنساء، هذا يحسن سمعة الإسلام. العمال اللي تعاملوهم معاملة الحيوانات والخادمات اللي تعتدون عليهم وتقتلوهم وترجعون جنايزهم إلى بلادهم، هذا يجمل سمعة الإسلام وصورة الإسلام في الغرب. تكفيركم للمسلمين، 300 مليون إنسان تسموهم رافضة، تسموهم مشركين، تسموهم عباد القبور، تأذوهم بالحج وبالعمرة وبالمدينة وبحرم النبي وبالبقيع وأماكن أخرى، هذا يحسن سمعة الإسلام؟ مع الأسف أنا أقول لهؤلاء العلماء والدعاة، أقول لهم كونوا أوفياء لنبيكم، كونوا أوفياء لأهل بيت نبيكم. يوم عاشوراء وهالأيام مو أيام فرح وسرور، هاي أيام حزن، أيام بكى فيها الأنبياء والرسل والأئمة، أيام حزن على رسول الله. والله لو تكشفت لنا الصورة لرأينا أن رسول الله يبكي في هذه الأيام، يبكي حزنا.